السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. شعبة الخضار والفاكهة بتقول لك إن سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية زيادة عدد السكان وزيادة عدد الضيوف الأجانب اللي دخلوا مصر وجشع التجار. طيب هناخدها واحدة واحدة كده. الكثافة السكانية اللي عندنا هي السبب في ارتفاع الأسعار. طيب بدل ما نبقى عبء على الدولة، طيب ما تشغلوا الناس دي كلها، استفادوا منهم. يعني مثلا الصين مليار وشوية والهند مليار وشوية، ما شفناش الدولتين الاتنين دول الحكومة بتقول لهم انتوا كتير او انتوا عبء علينا، او لا، ده الاتنين شغالين ما شاء الله وناجحين جدا جدا. يعني الكثافة البشرية اللي عندهم دي بيستفيدوا منها. ده في دول بتطلب من الناس ان هم يخلفوا كتير علشان يزودوا العدد، ولكن عندنا احنا في مصر كل ما بيزيدوا شويه كل ما بيبقوا عبء على البلد. طيب هو الايام اللي فاتت دي او بقالنا فتره يعني عدد الناس اللي بتتجوز قلت، وبالتالي عدد المواليد قلوا طبعا، نظرا لان ارتفاع الالبان اسعارها ارتفعت جدا، البامبرز، الادويه، اي حاجه خاصه بالطفل ارتفعت. الناس ما بقتش عارفه تاكل عيالها اساسا، يعني عشان يخلفوا تاني وتالت. بنتكلم بقى في الاجانب اللي جايين. طب ولما احنا كتير وعددنا كبير، طب انتوا فاتحين ليه البلد على مصراعيها والساده الاجانب الضيوف مالوا البلد عندنا؟ طيب هو حاجه من اتنين، يا احنا كفايه قوي وعبء على البلد وما تدخلولناش حد، يا البلد تبقى مرتاحه وبتدخلوا الناس. يعني الاتنين مع بعض مش هينفعوا. طالما احنا كتير ما ينفعش تدخلونا حد، انتوا دخلتوهم عبء علينا احنا. انتوا خليتوا زي ما بتقولوا بقى في ارتفاع في الاسعار، ارتفاع بقى من اول الاكل والشرب والسكن والعلاج وكل حاجه. كل حاجه في الحياه عندنا اتضغطت وتعبنا اكتر من الاول، يعني بمراحل كبيره. جشع التجار، هل احنا اللي مسؤولين عن جشع التجار، ولا الدوله هي اللي بتبقى مسؤوله عن ملاحقتهم ومحاسبتهم؟ واللي مش قادر يرتدع بقى يعني اسجنوه، راقبوا الاسواق، اعملوا اي حاجه. ولو المواطن هو اللي هيراقب السوق فاحنا مش بايدينا والله. يعني مراقبه السوق، يعني احنا تعبنا ولا حد بيسمع لنا، وكل واحد بيبيع بالسعر اللي بيعجبه، وقلت لنا ان ده بقى امر واقع والسوق عرض وطلب. فالحته دي لا بايدينا ولا لنا علاقه بيها. دخول الاجانب والله ما لنا علاقه، احنا لا رحنا جبناهم ولا سافرنا قلنا لهم تعالوا والنبي احنا محتاجينكم معانا، ولا لنا علاقه. طب هنا يعني هو انتوا بتعدوا بس عدد المواليد، تقولوا لنا كثافه عدد المواليد اللي بتتعد. طب هو مفيش عدد وفيات؟ ده احنا بسم الله ما شاء الله ده عدد الوفيات زاد جدا. يعني الناس لو ما ماتتش من الامراض هتموت من قله العلاج اللي اسعاره ارتفعت في السماء. والله هيموتوا من القهر. الناس ما بقتش عارفه تتجوز، الناس بقت اي واحد لابس دبله في ايده حتى بقلاعها يبيعها علشان ياكل ولا يشرب. عدد الجواز قل خلاص، الناس بتتطلق. يعني الناس كلها قسما بالله عدد الطلاق زاد في البلد بصوره مرعبه. مواليد بتقل اهو، يعني الناس بتتطلق، الناس بطلت تتجوز، العيال ما بتزيدش. فانتوا بتحسبوا لنا عدد المواليد وبتقولوا لنا العدد بيزيد، لكن بتيجوا لحد الناس اللي بتموت وما بتخصموش دول من دول، ما بتنسوهم. يعني دايما الميتين دول انتوا بتنسوهم خالص، ما بتطرحوش دول من دول. طيب بتقول لي الفتره الماضيه على اساس ان الاسعار دلوقتي بقت حلوه وجميله. طيب على اساس ايه حضرتك؟ الساده الضيوف مثلا مشوا؟ بالعكس ده بيزيدوا. لحقتوا التجار؟ بالعكس دول ماليين الاسواق والاسعار عماله بترتفع يوم بعد يوم. هو بس عايزه اسال سؤال، هو مين اللي مسؤول عن ارتفاع الاسعار اللي بتقول لي كانت طالما السبب ما زالش لحد حالا والوضع قائم كما هو؟ 3 اسباب اللي انت قلت عليهم كانوا سبب في ارتفاع الفتره الماضيه.
طيب ايه اللي جد علينا طالما الاسباب هياها؟ طيب الاسعار نزلت ازاي على كلامك انت؟ ما حاجه من اتنين، يا الاسعار بتفضل زي ما هي لان العقبات هي موجوده، يا اما انتوا قبضتوا على الناس الجشعه ورحلتوا الساده الضيوف، فهنقول لك احنا خلاص احنا كده بقينا تمام. لكن انزل الاسواق بسم الله ما شاء الله، الاسعار اللي بيقول عليها نزلت مفيش حاجه نزلت سعرها في السوق الا الطماطم اللي كانت سعرها وصل 30 و35 وعدت، سعرها نزل دلوقتي بقى كويس لان الموسم بتاعها والسوق اتملى طبيعي، فبقت نزل سعرها 8 و10 جنيه. تعالى بقى الخضار، البسله مثلا سعرها 40 جنيه وده بيقول لك ده كانت ب 50 وب 60. الفلفل غالي، الخيار غالي، الكوسه غاليه، كل الخضار اللي في السوق سعره مرتفع. طيب الفاكهه، يعني الحاجه اللي سعرها قليل رغم ان هي الموسم بتاعها، الموز ب 20 جنيه والبرتقال سعره 20 جنيه. بعد كده كل حاجه سعرها اعلى طبعا. فين حضرتك السعر اللي نزل؟ اسعار ايه اللي انخفضت؟ انا نزلت امبارح علشان اشوف الاسعار، انا لقيت الرز اللي هو مفروض ان اتحصد خلاص، ده موسم الحصاد بتاعه، مفروض السعر بينزل، الرز سعره ارتفع، السكر سعره ارتفع، السمن، الزيت، الدقيق، كل حاجه في السوق سعرها ارتفع. ويقول لك الفتره الماضيه لا ده الاسعار زادت اكتر واكتر، ونزلت لقيت اسعارها ارتفعت بصوره مرعبه، يعني نفس الاسعار ويمكن اكتر بتاعت الفتره اللي كانت حصلت في يناير او في فبراير. اسعار اللي كانت ارتفعت الطفره لما الناس كلها نزلت وجري وجابهم وقالوا استنوا. طب كان في ايامها ازمه دولار، دلوقتي ما فيش ازمه دولار، الارقام اللي بقت مبالغ فيها والاسعار رغم ان احنا دلوقتي في مواسم حاجات كتير حصاد فيها ارتفعت ليه؟ يعني الصراحه يعني ان ده كلام مستفز وتصريحات مستفزه، انك تقول لي السعر كان مرتفع على اساس حضرتك انت الفتره الماضيه كانت فتره صعبه واللي احنا فيه فتره بقى راحه وضغوط، ده الضغوط بقت اكتر. انت حضرتك لسه مزود عليا امبارح الاسعار النت وكروت الشحن. هو ايه دلوقتي اللي انت بتقول عليه اسعار نزلت على اساس ايه؟ يعني طلع لي حاجه واحده بس، حاجه واحده من تصريحاتك دي، قول لي الوضع كان كذا وبقى كذا، الا هو نفس الوضع واحد. الاسعار زادت واكتر واكتر واكتر، والتجار هيفضلوا ورانا وبيعلوا الاسعار طول الوقت. نفسي بس قبل ما تطلعوا تصاريح تستفز البني ادمين، يعني تنزلوا على ارض الواقع وتقولوا كلام ما يستفزناش، لان بصراحه احنا ما بقيناش متحملين تصريحات. يعني هو انا بتطلعوا علينا ليه؟ يعني هو انتوا بتطلعوا علينا بالتصريحات دي كل شويه ليه؟ عشان تستفزونا؟ والنبي سيبونا في حالنا، علشان والله قسما بالله الناس ما بقتش متحمله نفسها، يعني عشان نتحمل البني ادم نفسه ما بقاش متحمل نفسه. السلام عليكم.